بالنسبة للثالث هما دي طرونش. لي طرونش فيهم 250 غرام دقيق، 125 غرام زبدة، 75 غرام سكر كلاصي، واحد البيضة، خمارة وفانيا. هادشي اللي فيهم. كنخلطوا هادشي كامل، راكم عارفين كيف بحال سميتو. وزدت فيه شويش لو زست نتاع الليمون. لو زست نتاع الليمون كان عندي انا نورمالمون، عندي الليمون اللي صوبنا ديالنا ديال الدار اللي تنصوبو معسل، طحنته مزيان وزدته مع العجينه، عطى واحد لوغو ما نقول لكمش غزال. المهم بالنسبه للحشوه 120 غرام ديال اللوز مسلوق محمر ومطحون، 150 غرام سنيده. يمكن ديروا الليمون، الروح ديال الليمون ولا شويه ديال عصير الليمون اللي عجبكم. انا زدت فيه شويه ديال الروح د الليمون، وزدت الليمون معسل طحنته وزدته. شويه ديال القشور ديال الليمون حتى هما محكوكين زدتهم شي شويه صافي. ومنين طاب ليا خلاص العجينه، راه كان كيفاش تنقول لكم، كنطلقوا العجينه ديالنا مزيان في شيلاطه وكندهنوها بهاد الحشوه، كنعمروها من الفوق وتندخلوها تطيب. من تطيب وتتخرج كنديروا واحد الكلاصاج. الكلاصاج عندنا فيه واحد المعلقه د الليمون وجوج المعالق ديال اولا جوج، اما معلقه د الليمون ولا جوج ديال المعالق ديال عصير ديال الليمون. المهم كل وحده وشنو العصير على ما تنهضر. المهم عينك ميزانك فيهم، مع 6 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. انا شنو درت نورمالمون، هذه هي الكلاصاج، مي انا شنو درت عصير ليمون درت فيه سكر كلاصي، وزدت شويش نتاع الروح ديال الليمون باش عطاتني واحد النكهه شويه عاود مجهده. صافي ملي كطيب خلاص كنيطاليوها بهذا الكلاصاج. واش درت انا، كان عندي شويه د الفويتين وزدتهم من الفوق، راه تيبان زدت غطيتها من الفوق بداك الفويتين. ودابا اللي تيذوقوها الدراري وداكشي قالك جات روعه. دابا ماشي الروعه ديال اختي سميره، راه اختي اللي روعه.